السلام عليكم يا احلى متابعين، معكم انا تبارك. اليوم عندنا فيديو جديد. طبعا اليوم هعلمكم شلون نسوي مثل بني الصور الظاهرات على الشاشة. طبعا احنا ما نحتاج غير تطبيقات اللي هن كاب كات وروبلوكس وبنتر او اي تطبيق جوجل، اي تطبيق بصور نحتاجهم. اما اللي نحتاجه بالتصاميم اللي هو روبلوكس وكاب كات. اوكي، فيلا خلينا نشوف شنو الشيء اللي راح نحتاجه من روبلوكس. اول شيء طبعا يا جماعة هذا هو الماب، طبعا اسمه كاتالوج افاتار. يا جماعة نسيت اسوي سيرفر خاص، بس هو ما يحتاج نسوي سيرفر خاص. اوكي، طبعا ما عليكم من هذا السكين، لازم نرجع السكين القديم، هذا. طبعا انا هذا سكني ويعني بدون اي روبوكس او اي شيء. اما اذا تردون تسوون على حساب شخص ثاني مو على حسابكم، يعني اسم مثلا هسه هذا الشخص، هاي الشخصية هاخذ اسمها واسوي يعني شنو اسمها، اكتبه هنا اكو كي ARIS. هذا السكن الوحيد اللي عندها، فأنا أريد أسوي على شخص معين. خلينا نشوف بالبحث شخص نسوي إلى هاي، أو سوي لكم مثال على أي حساب قديم عندي، فخلي نسوي على حسابي القديم. طبعا هذا حسابي القديم، فأنا حجرب أسوي السكن واحد، فأنا حسوي هذا السكن ناخذه. هسه صار عندنا السكن اللي نحتاجه، فهسه ندوس على هاي الفيتر وندوس على الشخصية، فهسه نقدر نسوي أي شيء عندنا بشخصية. يعني هسه أنا أريدها تسوي هيجي وهيجي تسوي. طبعا انتم تقدرون تغيرون بالشخصية. هسه أنا ححط لها الراس بس، وهذا الشيء حغيره بيها. أما الباقي أقدر أكمل أغير أي شيء بيها، مثال أحط لها الشفقة اللي فوق الراس تصير مثل هذه. طبعا أنا أقدر أسوي أي شيء، فمن بسبب هذا الجليتر أقدر أحرك الشخصية. فهسه أنا أريد أحركها هيجي، حركناها. هسه هم نسويها هيجي سويناها هيجي. فأنا إذا ما أريد هاي أقدر أروح أسوي على رقصات. هسه مثلا شنو نروح على الكاميرا، أنا مختارة هاي، أقدر أسوي عند الني. هسه أنا أقول أريد أغير هاي، برا سويتها هيك. بس أنا أريد أرجع هاي، فأريد أبقيها. وشنو نروح اللون على لون أخضر. اوكي، يعني يقدر انه الخلفية تنمسح لان هي لون اخضر. اوكي، اما اي لون اذا كان السكين مالتكم اخضر تقدرون تسوون اي لون بدال الاخضر، تسوونه مثلا كله ابيض كله بنفسجي، لا مو لهالدرجة، يعني اي لون فاتح. بس انا اختاريت الاخضر. نقدر نقرب ونبعد ونسوي اي شيء من سبب اني، وتريدون الجليتر اللي ينزل من السماء نختار الشيء اللي نريده ونقدر نزيده منه. شوفوا زيدنا صار كل شوال. بعديها ندوس على هاي العين وناخذ لقطة الشاشة للسكين مالتنا. هسه هو احنا بدينا انه نسوي. طبعا يا جماعة الخير من تكملون تروحون على اي تطبيق، بنترست، جوجل، تكتبون GFX روبلوكس، وهنا راح يطلع لكم كل ذني. يعني انتم اختاروا على لون شخصيتكم. انا هختار اصفر على لون شخصيتي، فنقدر نلقى هذا الاصفر. بس انا افضل انه يكون بدون اي تصميم، انتم راح تصممونه هو بشخصيتكم. تروحون على كاب كات وتختارون مشروع جديد، وبعديها تختارون الصورة الصفراء مالتكم. هاي هسه شوفوا هاي اي لون، يعني هي مو المفروض صفراء، انتم اي لون شخصيتكم. هاي انا ليش اختاريتها؟ لانه شخصيتي لون يصير اصفر ملابسها وما ادري ايش. فنروح عند ازالة الخلفية، مفتاح كروما، او نقدر ازالة الخلفية ازالة تلقائية. ازالة تلقائية ما انصحكم بها، فازالة مخصصة. شنو ازالة مخصصة ومفتاح كروما؟ فانا اختار مفتاح كروما، راحت كلهن بقيت بس شخصيتي. تقولون الدقة مالتها مو حلوة. شلون نسوي دقة؟ نروح على الضبط والتباين، نزيد التباين ونزيد الحدة ورسوم بنائية تسوون مثلي بالضبط. اوكي، اغلط انتم ترجعون تصححون الغلط. افتهمتوا؟ فاني هسه راح احاول اخليها تلمع هيك. افتهمتوا؟ اي هيك مثل صاير عليها ظل. ونقدر هم خلفية اللي ورا هم ندققها اذا كانت ما مدققة. نزيد التباين شلون كانوا الحدة، زيادة الحدة ورسوم بنائية. نسويها شلون؟ سوينا مالت الشخصية مالتنا. بعديها نقدر نضيف اي شيء نريد. نقدر نضيف صور الكيوت. هسه انا ما عندي صور كيوت، خلي اروح ادور ببنتها. فانا هسه اخذتها يا جماعة، هسه صارت عندي. فهسه نروح على ازالة الخلفية. ما نقدر نسوي ازالة تلقائية لانه ازالة تلقائية مو زينة، فاحنا اذا نريد نرسمها ونسويها. فانا حرسم عليها بس لان بس هي اللي اريدها اني.
شلون حنكمل. شوفوا هسه صارت هيلو كيتي، يعني انسى اللي ساعة اسوي بيها تطلع مو حلوة بالاخير. بس نقدر نحطها هنا، نحطها هنا بأي مكان نقدر نحطها هيك هنا، ونقدر هم نسوي لها ضبط عم تتناسق وياهن. فنروح ضبط ونزيد الحدة مالتها عم تصير مثلها والتباين هم، ونزيد الرسوم بنائية. شوفوا زدنا رسوم بنائية صارت هيلو كيتي وياها. ونروح نسوي شو اسمه مالتنا اليوزر، نكتب اي شيء. هسه انا راح اكتب اليوزر مالتي مع انه هي مو الي طبعا ولا الاحد، بس هيجي خلينا نكتب اليوزر مالتنا. ونروح على احلى خط يكون هو السمين، هذا الخط، هذا الخط اللي احكي عليه، هذا السمين اللي يكون هيك، ونلونه هيك اسود، ونقدر نحطه باي مكان نريد. احنا خليها وبس يا جماعة، هو هيك صارت. وبس تنتظرونها تحمل، تاخذوها لقطة شاشة وشوفوا